في ناس كتير ما بتحب تعمل معمول بالبيت، بتحب تجيب جاهز، بس انا من الناس اللي بحب اعمل معمولاتي بالبيت. بحس ببهجة العيد، وكمان بيطلع معي المعمول غير شكل. واكيد اذا بنعمله بالبيت رح تطلع معنا الكمية كبيرة واوفر، واذا التزمنا بالخطوات اللي رح اذكرها رح يطلع معكم المعمول بشهي واحسن من الجاهز. رح اعمل اليوم معمول الطحين. بنبلش بسم الله. اي نوع طحين خاص بالحلويات بيمشي حاله، ممكن الفقش او الزيرو. بضيف الطحين وبضيف عليه نص كيلو سمنة بحرارة المطبخ، والسمنة فيكن تحطوا حيواني او نباتي يكون نوعها جيد، بس الحيواني بيطلع المعمول طعمه اطيب. بخلط السمنة مع الطحين كتير منيح لحتى احصل على قوام كريمي، وكل ما دعكته بهاي المرحلة بتاخدوا نتيجة افضل. بغطي العجينة بنايلون وبحطها بالبراد تقريبا ساعتين لحتى تبرد وترتاح. وهلا بدي احضر الحشوات. بدي اعمل حشوة الجوز وحشوة العجوة. عندي نص كيلو جوز بعمله بالشوبك بهي الطريقة ليصير عندي ناعم، فيكن تعملوه بمحضرة الطعام. هلا بدي اضيف على الجوز قطر، طبعا القطر بده يكون سميك شوي. لكل كاستين سكر كاسة مي برفعهم على النار مدة 10 دقايق مع عصرة ليمونة بصير عندي جاهز. وبس يبرد عندي القطر بدي اضيفه على الجوز. بضيف كاسة صغيرة كاسة شاي، وبضيف معلقة سمنة بقلبهم كتير منيح مع بعض، وبضيف شوي من الماء زهر. وفيكن تضيفوا القرفة بدال الماء زهر، بس انا بحب طعمة الماء زهر بالمعمول. هلا بقلبهم كتير منيح مع بعض، وبدي اتركهم على طرف عبين ما اجهز حشوة العجوة. عندي نص كيلو من العجوة بدي اضيف عليهم معلقة سمنة حيواني. بقلب العجوة مع السمنة منيح لحتى احصل على قوام طري. هلا بدي كورهم لكرات صغيرة على حسب القالب اللي متوفر عندي. وهلا بعد ما مروقت ساعتين على العجينة بدي طالعها من البراد، وبدي ارجع اعجنها مرة تانية لحتى احصل على القوام الكريمي مشان نضيف عليها التبليعة. عندي كاسة الا ربع سكر، ممكن تضيفوا كاسة او ممكن تضيفوا نص كاسة على حسب رغبتكم. بضيف عليهم كاسة الا ربع مي باردة، وبضيف عليهم نص كاسة قطر، طبعا من القطر اللي انا حضرته قبل شوي اللي حطيته على حشوة الجوز. بقلبهم كتير منيح مع بعض. وهلا بدي اضيف عليهم شوية ماء زهر بس ليدوب السكر عندي بدي اضيفه فوق العجينة. هلا بضيفهم وبقلب من تحت لفوق بطريقة اللم، ما بدي اعجن عجن. بضل عم قلب بهي الطريقة لحتى تتشرب العجينة كل المي. اول شي رح يكون قوام العجينة رخو شوي، بنتركها شوي ترتاح تقريبا نص ساعة قبل ما نحشي فيها. بنحطها بالبراد. وهلا بعد ما طلعتها من البراد تماسكت عندي العجينة، وطبعا بنخليها بالبراد وبنطالع شقفة شقفة، ومنبلش حشي بهي الطريقة. بنقطع العجينة قطع صغيرة على حسب قياس القالب المتوفر عنا. وانا رشيت شوية طحين على القالب قبل ما احط فيه العجينة مشان ما تلزق فيه. بحشي كل الكمية وبحمل الفرن على درجة حرارة 250. ولحتى الرسمة ما تروح لازم تكون درجة الحرارة عالية، ولازم يكونوا بالرف اللي فوق ينشووا من فوق. بعدين بنكمل شويهم من تحت لحتى نحصل على هالنتيجة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. حبايبي اذا عم تعجبكم وصفاتي بتمنى ما تنسوني من اللايكات وتعليقاتكم الحلوة.